كاميرا 200 ميجا بكسل، شاحن 120 واط، الشاشه بتنزل في موبايلات فلاج شيب مليان خدمات اي اي، والمفروض ان كل ده في موبايل من الفئه المتوسطه. يعني تفتكر ده شويه كلام ولا الموضوع ده بجد؟ فخليني بقى في الفيديو ده اقول لك على تجربتي مع الموبايل ده، ريدمي نوت 14 برو بلس 5G. تعال كده نفتح العلبه مع بعض. تمام، فبيجي معاه زي الناس المحترمه دي الجراب اللي بيجي معاه، لونه حلو بصراحه. وده الموبايل، خليه دلوقتي. وهتلاقي في العلبه برضو زي الناس المحترمه ادي الشاحن واليو اس بي. شاحن زي ما انت شايف كده 120 واط. وده بقى شكل الموبايل بصراحه شياكه، يعني تحس ان هو كده حاجه ماليه نفسها. مبدئيا فالماسكه في الايد كده انت حاسس ان انت شاري حاجه. وخد لي برضو بالك ان الكاميرا فيها بروز كده عن الجسم بتاع الموبايل. تعال بقى نتكلم شويه عن الشاشه. والشاشه متعوب عليها بصراحه، شاشه بمقاس 6.7 انش، شاشه اميلود 120 هرتز، وعندك 1800 نت. البرايتنس بتاع الموبايل ده تاخد شويه الوان جامده، فكشاشه انا شايف ان هو اللي انت مستنيه من الموبايل موجود. الموبايل ده بقى بيجي بمعالج دايمنسيتي 8300 الترا. الموبايل اللي في ايدي ده رامات 12 جيجا، ولكن ده على الورق. في التجربه بقى الحقيقيه خليني اقول لك، بقى لي تقريبا 20 يوم بستخدم الموبايل ده. الموبايل سموز، مفيش اي لاج. طب بالنسبه للجيمنج ايه الحكايه؟ بالنسبه للالعاب فالمعالج اللي موجود هيروق عليك، هتلعب ببجي مستريح، وهتحمل اي لعبه في خيالك وهتلعب عليها بكل سلاسه. اما بقى اهم حاجه نازله في الموبايل ده وهي الكاميرات ال 200 ميجا بكسل. 200 ميجا بكسل رقم كبير قوي ده. احنا طبعا عارفين ان ال 200 ميجا بكسل دي بتبقى يعني كلام على ورق، ولكن خليني اقول لك كل ما بتيجي تقرب لسه الديتيلز موجوده. بص لي مثلا على التفاصيل اللي موجوده في الصوره دي، مهما عامل زوم لسه موجوده. موبايل اداؤه ممتاز في التصوير بالليل، يعني لا ممتاز بجد، لو عجبني. ولكن ده بيعتمد برضو على معالجه الاي اي في الموبايل في الوقت اللي انت فيه. فمن الاخر انت تاخد كواليتي جامد قوي في الكاميرات بتاعته في ظروف اضاءه مناسبه. الموبايل هتصور فيه 4K في 60 فريم فيديو، الستابلايزر بتاعه كويس لحد ما. ولكن كعادة اي موبايل في تصوير الفيديو انسى ان التصوير الفيديو يقرب مثلا من موبايل زي الايفون، لا مفيش لسه حاجه قربت لده. خش لي بقى على الشحن والبطاريه. شايف التهمه دي؟ 120 واط. البتاع ده تقيل اصلا، والله وزنه تقيل قوي. احنا هنا بنتكلم في سرعه شحن مجنونه، سرعه شحن مجنون، يعني تقريبا من 0 ل 100 ممكن الموضوع ياخد منك 20 دقيقة مثلا. واعتقد ان احنا بقى لنا كذا سنة الموبايلات اصلا بتتنافس بشكل جامد قوي في حتة الشحن دي بالذات، ولكن 120 واط بالسعر بتاع الموبايل ده فجامد. عندك بقى شويه خدمات اي اي بصراحه ممتازه، يعني سواء بقى الايديتنج بتاع الصور، زي ان انت تشيل اي حاجه من الصوره او تغير شكل السماء، او حتى فكره ان انت تقدر تسيرش بكل سهوله على اي حاجه انت عايزها. تدوس كده بس بصباعك تعمل دايره على اي حاجه، هتلاقيه هو عمل سيرش عنها ويجيب لك كل التفاصيل بتاعتها. وكمان الترجمه اللحظيه سواء بتكلم حد او بتتفرج على حاجه، فالموضوع جامد مليان فعلا ودسم في خدمات الاي اي. نيجي بقى لاخر حاجه، الموبايل ده يستاهل ولا لا ومعمول لمين؟ شوف يا سيدي، لو انت تحب تلعب على الموبايل حريقه لعب فالموبايل ده ليك. لو انت مهتم بالكاميرا وفي نفس الوقت مش عايز تدفع فلوس كتير قوي، عايز موبايل فئه متوسطه، فالموبايل ده برضو ليك. سرعه شحن ممتازه، فحتى لو جايبه كشاشه وتتفرج على حاجه فبرضو هتبقى دافع فلوسك صح. امتى بقى ما تشتريش الموبايل ده؟ لو انت بتدور على كواليتي فيديو خرافي ما فيش منه، انت عارف هتلاقيه فين، ولكن بفلوس عامله ازاي. ولو انت من محبين الالترا وايد كاميرا فاعتقد فيه برضو اوبشنز اكتر واحسن بكتير. خش بقى على سعر الموبايل ده. النسخه اللي معايا دي بنتكلم في 12 جيجا رام ومساحه 512، عامله $450 تقريبا. عايزك برضو تسيب لي في التعليقات رايك، هل الموبايل ده يستاهل ولا لا. ورجعنا هنبدا بقى نسنسن شويه كده شويه حاجات كده نبدا ننزلها. ولو مش متابعني فعايزك تروح بقى على الانستجرام، لان فايتك، انت هناك فايتك، انا بقول لك.